بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. وصفتنا النهاردة مميزة جدا. هنعمل الفتة المصرية بالطريقة الأصلية، طريقة زمان وأهل زمان، الطريقة اللي احنا اتعودنا عليها. طبعا الفتة دي الراعي الرسمي للأعياد والمناسبات السعيدة علينا وعليكم يا رب. طبعا هنعملها بطريقة مش جديدة، يعني الطريقة اللي احنا متعودين عليها وكل البيوت المصرية تقريبا بتعملها بنفس الطريقة. بس هنقول بعض الحاجات كده البسيطة اللي هتخلي طبعا الطعم حاجة تانية خالص. ان شاء الله كده نشوف الخطوات ونسمي الله ونبدأ كده. ان شاء الله نعمل الفتة المصري بالطريقة الأصلية بتاعت زمان. معايا هنا حوالي مكعبين او 3 من الزبدة. بسيحهم على النار وبنزل بشرايح اللحمة. انا استخدمت هنا شرايح، طبعا تقدري تستخدمي اي قطعية. ممكن شرايح او قطع عادية اللي موجود عندك اعمليه. التشويحة دي بتبقى بصراحة مهمة جدا، بتخلي اللحمة كده تحتفظ بالسوائل جواها وتفضل طرية، وفي التسوية كمان مش بتاخد وقت. أول ما تاخد لون من ناحية بنقلبها على الناحية التانية. نبدأ بقى نجهز الإضافات. معايا هنا ورق لورا وحبهان ورشة فلفل صغيرة وبصلاية مقطعها 4. هنبدأ ننزل بالحاجات دي على اللحمة ونشوحهم مع بعض لحد ما البصل كده ياخد لون بسيط ونشم ريحته. غليت مية وبدأت كده أنزل بالمية المغلية على اللحمة لحد طبعا ما أغطيها تماما. طبعا كمية الشوربة على حسب ما تحبي. رفعتها بقى على النار وهديت عليها. طبعا لو في ريم او حاجة بشيله، وبعد كده بسيب اللحمة لحد ما تستوي تماما. بجهز بقى الرز بالطريقة العادية خالص والبسيطة جدا. معلقتين سمنة بلدي وبدأت انزل بالرز المغسول وطبعا مصفياه. بشوحهم مع بعض وبعد كده بظبط الملح وانزل بقى بالمية المغلية. بغطي الرز، طبعا المعيار بتاعك العادي خالص. بقلبهم كويس ولما الرز يغلي ببدأ أهدي النار واسيبه كده لحد ما يتشرب تماما. شو بقى الرز مفلفل جدا عشان طبعا قلبناه في السمنة فترة كويسة. شوفوا بيبقى تحفة بصراحة. هبدأ أعمل التوم. أنا جبت هنا حوالي 4 مكعبات من الزبدة ونزلت عليهم بمعلقتين من الزيت. وبصراحة بحمر كمية كده وفيرة من التوم. ببدأ أحمرهم لحد ما ياخدوا لون دهبي كده غامق سنة. ببدأ اخد حوالي تلتين كمية التوم. بحاول اصفي التوم كويس جدا، وباقي الكمية بنزل عليها بمعلقة كبيرة من هريسة الفلفل الحامي. ودي طبعا اختياري، لو مش بتحبيها سبايسي ممكن تخليها من غير اي اضافات. تقليبة كده على النار وبنزل بحوالي ربع كوباية من الخل. بسيبهم يغلوا شوية وبعد كده بنزل بعصير الطماطم. ممكن برضو تستخدمي صلصة وتزوديها بعد كده مية. بظبط بقى الملح وبضيف فلفل أسمر وبابريكا مدخنة أو عادية ومعلقة كده من الكزبرة. وبسيبهم بقى على النار. طبعا لو حسيتي ان القوام تقل شوية ممكن تخففيه براحتك خالص. هنبدأ بقى نحمص العيش. انا بجيب عيش شامي وبفتحه الاول كده وبقسمه بقى بالمقص مكعبات صغيرة او مربعات يعني صغيرة. شو بقى الحجم يعني صغير. بسيح حوالي 3 أو 4 مكعبات من الزبدة على النار، وببدأ كده أغلف كل العيش بالزبدة. ممكن كمان رشة توم باودر لو بتحبيه مع العيش،
او بعد ما يتحمص ممكن ترش عليه بصل بودر وتوم بودر. هنا بقى اتحمص في الفرن طبعا، بحمصه على الهادي لحد ما يبقى مقرمش كده. طبعا بالنسبة لغالبية الناس بتحب تحط على العيش من الصلصة وشوربة وحاجات زي كده، بس هو العيش بيكون محمص وناعم، مش جاف بزيادة. فبصراحة أنا بحب أسيبه محمص كده، وبنزل بالرز طبعا. والطريقة العادية خالص اللي احنا بنعملها للفتة، ضفت هنا برضو شرايح اللحمة، وعلى الوش بقى صلصة. تقدري برضو تستخدمي عيش بلدي عادي، بس العيش البلدي ممكن تحطي بقى عليه شوربة وصلصة عشان تطريه شوية. انما العيش بصراحة الشامي بيكون مقرمش وطعمه حلو قوي، مع كده الرز بيبقى مقرمش. بتقدمي بقى شوربة مع الفتة، وألف هنا بجد. طبق الفتة تحفة. بتمنى بقى كده تجربوه في العيد، وكل سنة وانتم طيبين.